خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أخبار واحدات. إخواني، الموضوع هو مرتبط بسوريا وما وقع في سوريا، وهذا الانتصار الكبير ديال المعارضة السورية المسلحة، واللي هي تضم العديد من الجهات السياسية والمجاهدين اللي طالبوا يعملوا على تحرير سوريا من بطش بشار الأسد، هذا الديكتاتوري التي ورث الديكتاتورية عن أبيه حافظ الأسد، واللي الكل يعرف أنه قتل وشرد العديد من السوريين. اليوم كان يوم تاريخي ديال 8 ديسمبر 2024 لا للشعب السوري وحتى الشعوب العربية الأخرى، لأننا تلخص ربي هز علينا واحد الديكتاتوري من هذا الوطن العربي. الفضل يعود للمعارضة السورية المسلحة، اللي نتمنى لها أن تمر الأيام القادمة تمر بسلام، وأنهم يستطيعوا أنهم يوحدوا الشعب السوري ويقيموا دولة مدنية تكون ترجع سوريا إلى مكانتها الحقيقية. موضوعنا في هذا الفيديو ماشي هو هذا، وهذه كانت مجرد مقدمة، ولكن الموضوع هو أن الجزائر في هذه الأيام الماضية كانت أخبار تروج على أن الجزائر أرسلت العديد من الجنود إلى سوريا لكي يدافعوا ويكونوا بجانب بشار الأسد ضد المعارضة السورية المسلحة أو ضد الشعب السوري كاملة. الآن اللي كتنفيه الجزائر الآن تم تصريح به علنية من طرف السفير الجزائري في دمشق، والذي أكد وجود 500 جزائري محاصرين في مدينة حلب، وهي من أكبر المدن السورية واللي كتشهد واحد التصعيد عسكري عنيف. وهذه كانت في هذه الأيام الأخيرة، أما الآن فالأمور حسمت، وهذه المجموعة هذه لا زالت محاصرة بسوريا. وأشار السفير في تصريحه الأخير على أنه عمل على إحداث قنوات للتواصل مع هؤلاء الجنود الجزائريين، مشددا على أنه سيتم تسجيل لم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن، وعلى حسب التصريح ديالو مؤكدا استعداد السفارة الجزائرية للتحرك عند الضرورة لإنقاذ هؤلاء المحاصرين. هذا كلام في كلام. الآن قد حسم الأمر، ولم يعد لبشار وجود، ولم يعد لأي سلطة ممكن أن تتدخل كوسطة لهم إنقاذ هاد الجنود اللي مشاو كي يدافعوا على بشار الأسد. الآن هم داخل سوريا كي تعتبروا على أنهم جنود أعداء، جنود غيتم اعتقالهم على أساس بعد انتهاء المعركة، وأن المسألة أصبحت اليوم محسومة. وهنا للإشارة فقط على أن هذه المجموعة اللي تم إرسالها إلى سوريا هي حسب آخر التقارير أنها كانت بالتوافق وبالتنسيق مع النظام الإيراني، وخاصة واحد الشخص يدعى الحاج هاشم، والذي لقى مصرعه في بداية العملية ديال العسكرية في حلب، واللي كان هو الوسيط بين النظام السوري والنظام الجزائري من أجل جلب مجموعة من الجنود للدفاع على النظام السوري. وأفادت التقارير كلها على أن هاد المحاصرين ينتمون إلى الجماعة الإرهابية البوليزاريو، ويحملون جوازات سفر جزائرية، وجل هؤلاء العناصر في حلب محاصرين. وهاد المجموعة هذه هي كتكون من 200 عنصر من مرتزقة البوليزاريو، واللي كانت جات بجوازات سفر جزائرية، بالإضافة إلى 300 جندي جزائري. وهاد 200 عنصر من مرتزقة البوليزاريو وهو كان الهدف هو استراتيجية خدمتها إيران على أساس أنها في نفس الوقت تستفد منهم كجنود دعم
للنظام السوري، وفي نفس الوقت تقوم بعملية تدريب ديالهم من أجل إرجاعهم إلى جنوب الجزائر للقيام بهجمات على المغرب. وهذا الحمد لله على أن هذه الخطة هذه ديالهم ما نجحتش، وأن ربي وقعهم في شر أعمالهم، وأن كل هذه التخطيطات لا النظام الجزائري لا النظام الإيراني على أنهم يمكن أنهم يأذيوا أو يوقعوا واحد الضرر على الشعب المغربي وعلى المملكة المغربية، فربي كيوقعهم في شر أعمالهم وكيفضحهم. وكل ما أنهم داروا خطوة إلا ربي كيفضحهم وكيبينهم للعلن، أو كيبين النية ديالهم السيئة، وأن هذا الجار هذا اللي ممكن أنه يأذيك في أي لحظة، وأنه لا يفكر إلا كيف أنه يقسمك، وأن كيف أنه يوقف عجلة نموك، وأنه يسيء إلى سمعتك. فهذا لا يفكر إلا في هذه المسألة هذه يوما ليل وصباح كما كنقولوا، أن هذا النظام الجزائري ممكن أن نتسنى منه أي حاجة اللي ممكن أنها تضر بالنظام المغربي والشعب المغربي. ها هما بعثوا بعناصر، العديد منهم توفوا حسب آخر الأخبار، العديد منهم محاصرين، واللي هما وقعوا في يد النظام، في يد المجاهدين، واللي حاليا هم اللي كيحكموا البلاد في سوريا. وغادي تبان الأيام، غادي تبان حقائق أخرى وواقع أخرى واعترافات أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.